السلام عليكم. بعد ما وصلنا لنص نهائي كأس العالم هنتكلم عن البطولة ككل، من حيث أول حاجة من حيث التنظيم. والله من حيث التنظيم احنا شفنا دولة قطر عملت ايه، عملت ملاعب، عملت استادات، عملت بنية تحتية، طورت من نفسها، طورت من الفنادق بتاعتها، عملت كل حاجة. بالنسبة للملاعب، بالنسبة للملاعب احنا شفنا أرضية الملاعب حاجة خرافية جدا. شفنا الملاعب عامة، شفنا الاستادات، شفنا الهياكل بتاع الاستادات. احنا اتفرجنا على استاد البيت، هي أكبر خيمة في العالم يعني عامة. كان في ناس ودول كانت بتشكك إن إحنا ما عندناش الإمكانيات اللي تأهلنا إن إحنا ننظم بطولة زي أغلى بطولة في العالم. والله انا على ما اعتقد يعني ان البطوله كلها متذاعه على الهوا، والناس كلها شايفه، شايفه التنظيم عامل ازاي، شايفه الاداره نفسها عامله ازاي، شايفه دوله قطر بقت عامله ازاي وبقت شكل تاني ازاي. هل من افتتاح المونديال حققت المطلوب منها، وهل فعلا حققت بنسبة 90% من نجاح البطولة؟ لا، انا بالنسبه لي انا حققت بنسبه 100% قدام الناس كلها. طب ممكن تكلمنا عن مفاجآت البطولة؟ اول حاجه مفاجاه البطوله بالنسبه لي، ان انا ما كنتش اتوقع ان منتخب بلجيكا يخرج، لكن بعد ما اتفرجت على اول مباراه لمنتخب بلجيكا انا ما اتفاجئتش ان منتخب طب بلجيكا خرج. وبالنسبة لألمانيا؟ بالنسبه للمنتخب الالماني، انا اول واحد فرحت من الشعب العربي كله اللي فرح ان منتخب المانيا خرج بسبب الاداء والسلوك السيء اللي هم عملوه. طب عدم تأهل منتخب ألمانيا هل فعلا من الحاجة من الأشياء اللي ممكن كانت تضعف بطولة زي بطولة عالمية زي ديت؟ وحتى لو لكن هو وحتى لو تضعف، لا احنا بالنسبه لنا احنا لا بلاش المانيا خالص، لكن نكمل البطوله واحنا كويسين وتمام و100 100. طب ممكن تكلمنا عن مستوى المنتخبات؟ والله في منتخبات مستواها تطور جدا في البطوله، ومع تدارك المباريات بدات المنتخبات الريتم بتاعها يعلى، يعني مثلا زي منتخب المغرب. تمام. طب ايه المنتخبات اللي أذهلتك في أدائها؟ ايه أعلى منتخب فعلا كان يستحق الإشادة وكان يستحق إن يصل للنهائي وما وصلش؟ بالنسبه لي انا بالنسبه لي منتخب فرنسا، هو الاداء بتاعه اللي ما نزلش باستثناء المباراه الثالثه اللي اتغلبها من تونس، لكن هو الريتم بتاعه هو الخطه بتاعته هي. توقعاتك ايه بالنسبة لنصف نهائي كأس العالم؟ والله انا متوقع ان الارجنتين هتقدر تعدي باذن الله على الاداء اللي هي بتقدمه. يعني طبعا هي منتخب كرواتيا اكيد، هولندا اقوى طبعا بالنسبه لي. باذن الله منتخب الارجنتين يقدر يعدي، لان انا طبعا من محبي منتخب الارجنتين. ماشي، بس المنافس اللي هي هتلعبه منافس بيقفل كويس، بيقفل الديفنس كويس، عندهم خط نص ما حصلش، بيبقى عايزين يصلوا لهدف عندهم اللي هو قفل الملعب على قد الامكان واطلع بالتعادل. والله حتى لو وصلت الارجنتين لضربات الجزاء، احنا عندنا حارسين مميزين، هنتفرج على ضربات جزاء عالميه. تمام. طب اللقاء التاني؟ بالنسبه لمنتخب المغرب ومنتخب فرنسا، طبعا كل العالم العربي كله من اوله لاخره يتمنى وصول منتخب المغرب. هتقولي يقدر، اقول لك يعني ربنا يسهل، وكل مباراه لها ظروفها. و طب ماشي، بس هو المنافس صعب جدا، وهو اللي حصل على المونديال الماضي طبعا، واسم تقيل ولاعيبه عندهم خط نص كويس، مع ان غياب بول بوجبا وانجولو كانتي، ولكن في تشاوميني ادى اداء كويس، في كامافينجا ادى اداء كويس، وبيقفلوا الدفاع كويس جدا، بيقفلوا الديفنس كويس في وقت ما هم المنافس بتاعهم ما بيكون عايز يقفل، بيقفل ديفنس، بيقفل كويس، بيقفل خط نص كويس. فدي المشكله، ان هي ده سلاحنا اللي احنا كنا بنعمله، اللي هو قفل الديفنس كويس، قفل خط نص الملعب، قفل الملعب، لكن هو ده السلاح اللي احنا بنلعبه، هم عندهم نفس السلاح. ايه المشكله اللي هتقابلنا في ماتش زي ده؟ المشكله اللي هتقابل منتخب المغرب هي حاجه واحده بس: امبابي. طبعا امبابي، عندك اشرف حكيمي بيلعب في باريس سان جيرمان، امبابي بيلعب في باريس سان جيرمان، فان شاء الله اشرف حكيمي يكون حافظ طريقه لعب امبابي ويقدر يوقف امبابي. بالنسبه ان شاء الله باذن الله نشوف مزراوي في الباك الشمال، ان شاء الله يقدر يوقف ديمبلي برضه. وان شاء الله كل العرب يتمنوا وصول منتخب المغرب لنهائي كاس العالم. هنلعب بتقفيل الديفنس بنسبة كام في المية؟ يعني هل فعلا الأطلسي هتقفل الديفنس على قد الإمكان، ولا إلى حد ما ممكن تفتح الخطوط، إلى حد ما تفتح الخطوط وتطلع بكام هجمة وممكن تخطف جون في أي وقت؟ والله انا اقدر اقول ان هي هتقدر تخطف جون، ودي توقعي الشخصي يعني باذن الله انها هتقدر تخطف جون في الشوط الاولاني كمان. ليه؟ لان منتخب المغرب ما بي يعني لما اتفرجنا عليه في دور ال 16 وفي دور الثمانيه، ما اتفرجناش ان هو بيدافع في الشوط الاولاني، فان شاء الله يقدر يخطف جون في الشوط الاولاني ويقفل ان شاء الله في الشوط الثاني، ونشوف ان شاء الله باذن الله في نهائي كاس العالم.